عواطف تكون بين الوعي واللاوعي. نظرة عيونها توحي انها سمعت صوت. التوتر يرتفع لأن وجود سعد في المستشفى خطر عليه، هو المفروض ميت رسميا. هنا يبدأ أول تهديد حقيقي، لو أحد شافه بينكشف السر. وتوتر عزيزة. طبعا عزيزة تكون مرتبكة جدا، خايفة على عواطف وخايفة ينكشف سحر، وممزقة بين الصح والغلط. في مشهد قوي بينها وبين نفسها يظهر الصراع الداخلي بوضوح. واضح انها بتدخل دوامة اكبر من اللي كانت فيه. وهنا بدت بداية الشكوك. احد الشخصيات من العائلة او المقربين يبدأ يلاحظ اشياء غريبة. ومين الرجل اللي دخل القرب؟ ليش في توتر فجأة؟ وليش عزيزة مرتبكة؟ العمل يبدأ يزرع بذور الشك بدون مواجهة مباشرة. وحوار مهم بين سعد وعزيزة. سعد يعاتب عزيزة لأنها رجعتها للمواجهة، هو كان مختفي لسبب كبير، ويتضح أن اختفائه ما كان هروب عادي.